تصدقوا ان الاكله دي اتعملت بصدور الفراخ، شكلها حلو جدا، شكلها فانسي قوي، وهتحسي ان انت كرييتيف واولادك هيبقوا مبسوطين قوي. هاخد واحده من هنا كده، شايفين منظرها، شايفين الشكل، واو سخنه قوي، شكلها حلو جدا. ده من تحت لازم تدهنه معلقه سمنه. انا لساني يعجز عن النطق او الوصف، انا مش عارفه اوصف ولا اقول. يعني صدور الفراخ دي مع التورتيه مع شويه التشيز عملوا لي اكله بامانه، صدقوني لازم تجربوه، لازم تجربوه. بص شكلها عامل ازاي من جوه، واو ريحتها حلوه قوي. اسهل حاجه ممكن تعمليها لاولادك وانتي مستعجله جدا وتاكليهم اكله كده يحسوا ان انت شاريها لهم من بره. المقادير: تورتيه اي نوع جبن بتحبيه، انا معايا تشيدر تشيز ومعايا موزاريلا تشيز، وبرده اي نوع بتحبيه، فراخ، بصل، بقدونس، شويه توابل، وهكتب لك التوابل اللي انا استخدمتها تحته. اول حاجه هنبدا بيها هناخد الفراخ نحطها في قلب الكبه ونضربها مع الخضار. يلا بينا. فانا هاخد الفراخ احطها في الكبه، ممكن تحطي صدور فراخ اي حاجه، انا كنت دي اكشلي مقطعاها ان انا اعملها شيش كباب بس غيرت رايي. احط البصل واحط شويه بارسلي اللي هو البقدونس. على فكره انا بستخدم البارسلي اللي هو الايطاليان، ريحته حلوه قوي وقوي جدا، بالذات لو هعمل حاجات مشويه، يعني مش هعمل بيه محشي او اي حاجه، فانتوا ممكن تستخدموه في المشاوي، حلو جدا، موجود في كل مكان، بابليكس، في وول مارت، في كل مكان. هبدا دلوقتي افرم الفراخ. طبعا هوقف واقلبها عشان كلها تتفرم بطريقه كويسه. وهي بتتضرب انا حطيت التوابل بس ما كنتش واخده بالي ان انا ما كنتش بصور بس حطيت التوابل وهي بتتضرب عشان تتضرب كويس معاها جوه. على فكره البقدونس عامل لها ريحه حلوه جدا، اضمن ان كل الساندوتش تبقى شبه بعض اعملها كلها بالطريقه دي، يعني انا لسه هلفه قبل ما ادخله الفرن، هوريكم الطريقه حلوه جدا وسهله قوي. احط نقطه بس زيت زيتون في ايدي عشان الفراخ بتلزق في ايدي وانا بفردها، عايزه افردها كويس جدا وعايزه افردها رقيق قوي. انتوا شايفين كده انا احط التشيدر تشيز بالطريقه دي كلها. على فكره مش لازم تشيز، ممكن تتعمل على من غير تشيز. اوكي انا بدوس بس على التشيز عشان تلزق، وبعد كده هعمل ايه، هلفهم رول كده، هرولق وبريس، عايزاه يبقى مقفول كويس جدا. ده اول واحد معايا، هسيبه على جنب واعمل ايه. عايزه اقول لكم الفيديو اللي انا عملته بتاع الكباب كان بنفس الطريقه، بس طبعا حطيتهم على بعض وقطعتهم بطريقه معينه، ولو ما فيش يعني لحمه مفرومه متاحه ممكن تعملوا الفيديو التاني برضو بالفراخ، يعني مش لازم يبقى باللحمه المفرومه. التغيير في الاكل مطلوب الولاد بتتبسط وانتي بتحسي ان انتي كرييتيف كده، بتعملي حاجات مختلفه. الزيت خلي بالكم بيلزق قوي، لو فيها افردوا على كل التورتيه بريد او كل العيش بالطريقه دي، ما تكتروش، مش لازم تبقى كتير قوي، حاجه بسيطه بتدي طعم على فكره. لفهم كده بالطريقه دي زي ما انتم شايفين كده، هركنه هنا جنب اخواته. لو عايزين تستخدموا الصينيه اللي انا بستخدمها دي استخدموا، لو عايزين اي صينيه تانية استخدموه. انا عندي الصينيه دي اللي هي بتتفتح من الجنب هستخدمها، وهحط فيها ورقه زبده زي ما انتم شايفين، وهدهن ورقه الزبده بسمنه من اللي انا مسيحاها في البيت. يلا بينا. اللي انتوا شايفين اخد شويه سمنه، هاجي على الحروف بتاعت الصينيه وادهنها كلها عشان التورتيه تاخد لون من الجنب ومن تحت ومن كل. انتوا شايفين عملتها كده وجهزتها، هبتدي بقى اقطع التورتيه بتاعتي. انا حاطاه بالطريقه دي عشان لما اقطع يبقى كلهم مقاس واحد زي ما انتوا شايفين. اقطع الرغيف على 4 اجزاء، هبدا بقى ايه ادوس كده، وما تشيلوش الحروف ولا حاجه، يعني حطوه بالعكس. شايفين شكلها عامل ازاي، شكلها حلو جدا. والبقدونس والتشيدر عشان كده حطيت تشيدر عشان لونها يبان، لونها باين قوي، شكلها حلو جدا. يلا بينا بقى نحطهم في قلب التري. دلوقتي هبتدي ارصهم في الصينيه زي ما انتم شايفين، برصهم في الصينيه جنب بعض بالطريقه دي.
طبعا مش قادره اوصف لكم، الشكل يحكي عن نفسه، تحفه. والريحه ولا احلى من كده. قبل ما ادخلها الفرن هعمل فيها خطوه حلوه جدا ومهمه قوي. انا عندي معلقه فرماها بقدونس رفيع جدا وفص توم واحد بس، ومعايا شويه سمنه هنا، يعني حوالي نص معلقه سمنه. احطهم الاتنين على بعض كده، احطهم في الميكرويف بس كلهم السمنه تسيح ويختلطوا كده ببعض واطلعهم تاني. طلعت السمنه ساحت من الميكرويف ومعاها البارسلي اللي هو البقدونس وفص واحد توم. الريحه بقى مش قادره اوصف لكم. هفتح البابريكا بتاعتي، هاخد يعني رشه بابريكا، رشه يعني، بصوا هعمل كده رشه بس. هنا خلطتهم كده ببعض، وايه يعني هحط كده عليها من فوق. عايزه اقول لكم الخطوه دي هتخلي ريحه الاكله تحفه. ادهنها كلها كده من الجناب، بتاكد ان كلها دخلت جوه كده عشان تديها طعم. شكلها بعد ما دهنتها بالسمنه والبقدونس والثوم والبابريكا، الرشه بس بابريكا عشان ما تديهاش لون قوي قوي. هضيف عليها شويه موزاريلا تشيز، مش كتير قوي. وعلى فكره لو مفيش موزاريلا تشيز ومفيش تشيدر ممكن تعملوها من غير الحاجات دي خالص، بتنفع وبيبقى طعمها حلو جدا برضه. احطها في الفرن وارجع لكم تاني. اشوفكم بقى بعد ما تطلع الحلوه دي من الفرن. في الوقت اللي الحلوه دي بتستوي فيه في الفرن هنعمل مع بعض الطحينه عشان ناكلها مع طحينه. الصينيه طلعت من الفرن. لازم تجربوا الطحينه بمعلقه الزبادي، صدقوني هتفرق، طعمها حلو جدا بالذات لو عاملين مشاوي. ريحتها حلوه جدا، قلب البيت بجد. الشكل والريحه والطعم ولا احلى من كده ولا اوفر من كده ولا اسهل من كده. بليز جربوها وقولوا لي ايه رايكم فيها. الطعم غير طبيعي. سيف الوصفه دي في رمضان، هتبقى حلوه جدا على العزومات وضيوفك هيتبهروا بيها. يلا باي باي، رمضان اولموست هير، كل سنه وانتم طيبين. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.